اليتم حاجة مرة جدا، واللي يتوفى والده يحس روحه كأنه تسلخ عليه جلده، وخاصة للبنات، خاصة البنية اللي توفى والدها تحس روحها تمشي عرجاء عمرها الكل. نقولها يا أختي العزيزة ولا يا أخي العزيز، أنا حاسة بيك ونعرف شو معناها حد يتيتم، ونعرف موت الفجأة، لكن مش كيما أنت يكون عندك المجال تعيش حدادك وتنجم تتجاوز على راحتك، كيما واحد يعيش حداده تحت الكاميراوات، وكيما واحد الناس تعسله على الموقف وتعسله على الهفوة وتعسله على الفشل. أنا طيلة ال10 سنوات وقت اللي ننجح في قرايتي حتى واحد ما يكلمني يقول لي مبروك، عامة اللي ندوب اللي يشمتوا، لأنه هكاكا، لأنه أنا ما عادش عندي حياة شخصية، وليت جزء من الحياة العامة، لأنه ببساطة بابا ما عادش بابا، ما عادش بابا اللي يلعب معايا في الكورة ولا أب التونسيين الكل. هذه حاجة تخليني نكون فرحانة من أجله ولا تعيس؟ طبعا نكون فرحانة وفخورة جدا. ان شاء الله ربي يرحم كل بوم متوفي، وربي يفضل كل بوم مازال عايش. حطوا ابائنا على رؤوسنا شباب، وربي معكم الناس كل السلام.